السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة على قلوبكم. بصوا بقى، محدش يستغرب ان انا كده على الصباح بقى، يعني بدأت بقى شغل وعجن والكلام ده. عايزة اقول لكم ان انا بجد والله يا بنات بجد، رغم الايام المفترجة اللي احنا فيها والكلام ده، بس الضغط النفسي وحش والتوتر وحش. فانا مأهمله في حاجات كتير قوي، مأهمله في الشقه، مأهمله في نفسي، مأهمله في اولادي. حياتي كلها كانت مقلوبه قلبه. انا من العاده ان انا على طول بعجن وبخبز والكلام دوت. فحياتي حرفيا كان النمط بتاعها واقف. يا دوبك انا بعمل الاكل بالدورين كده وخلاص بقى، اغسل المواعين وخلاص يعني. مش قادرة اعمل حاجة. وممكن تكونوا واخدين بالكم في الروتينات اللي فاتت دي ان مفيش نشاط قوي ومفيش حماس قوي. بس والله بتبقى، يعني هي بتبقى ظروف. بس الحمد لله الحمد لله انا جايه بكامل نشاط النهارده. نشاط بقى وكل تحفيز. وعايزه اقول لكم ان الفيديو ده بجد، يعني انت لو مأهمله مع اولادك وعيلتك هتقومي جاريه كده تخشي على المطبخ تعملي لهم الحلو كله. اولا اياد طلب مني كتير بصراحه، يعني انا كل ما بيطلب مني حاجه بكون المقادير بتاعتها مش موجوده، بقول له ايه بابا لما يقبض هننزل ونجيب الطلبات وهعملها لك. وفعلا انا بعمل كده، بحيث ان العيل يفهم ويستوعب ان مش وقت ما تطلب الحاجه مجابه، لان ممكن تكون ناقصه حاجه مش متاحه. ونتعلم اللي هو ايه، لو مش موجوده الحاجه نستحمل ونصبر. فالمهم هو كان طالب مني فطير، قال لي انا عايز فطير يعني والكلام ده. انا بعمله في البيت مش بشتريه، يعني الاغلبيه بعمله في البيت. قال لي الاول لما بقينا نشتري دلوقتي من بره، انتوا عارفين كل حاجه بعملها في البيت. فاصبح ان انا خلاص بقى. المهم هقول لكم بقى على الطريقه سهله جدا وسريعه، وهتطلعيه بجد مورق. وبجد بجد عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل فيها فطير ما كانش بالشكل ده خالص. هقول لكم دلوقتي انا عملت كيلو. الكيلو بيعمل معايا فطيرتين حلوين بالنسبه لعيلتي، تمام يعني. ممكن ناكل فطيره او فطيره ونص في اليوم والباقي لبكره على حسب يعني. فانا الكيلو بيعمل معايا ايه، فطيرتين تمام. طيب ايه اللي بحطه انا على الكيلو؟ كل اللي بحطه ان انا بحط معلقه سكر كبيره. بس انا عشان عندي معلقه صغيره، عايزه اقول لكم ان ما كانش فيه ولا معلقه والله العظيم في الحوض خالص. كان عندي معلقه صغيره. فقلت بقى ان انا ايه، اللهم صل على النبي، احط منها معلقتين يعني وكده. وحطيت برضو مقدار معلقه ملح كده. وبقلبهم كده ايه مع بعض. دي المواد الجافه، ما بتحطش اي حاجه تاني خالص. وببدا ان انا اعجن بميه دافيه. بفضل بقى ان انا ايه احط كده واعجن، احط واعجن. اول ما بحس ان العجينه مش قاسيه في ايدي وطريه، بس اللي هو ايه لو حطيت ميه هتسيح مني وهتلزق جامد، فبروح موقفه. وبفضل اعجن فيها زي ما انا لميتها معاكم كده. فصلت الكاميرا قعدت اعجن فيها، بتحتاج عجن كتير قوي طبعا، طبق كبير عشان انا كنت اعرف اعجن براحتي يعني، واشد وامط فيها بحيث ان هي تديني الملمس الناعم ده. بفضل اعجن فيها اعجن فيها اعجن فيها لحد ما تديني الملمس الناعم. 10 دقايق ماشي، ربع ساعة ماشي، عندك عجنة يبقى خير وبركة، هيوفر بقى الضغط اللي على ايديكي. لكن حاولي على قد ما تقدري تعجني فيها كتير لحد ما يبقى ملمسها ناعم. بعد كده بحطها في الطبق واسيبها ترتاح. اهم حاجه في الفطير عشان يطلع معاكي مورق وحلو، لازم ان انت تريحيه. ان انت كل خطوه والتانية بيبقى سايبه فيها مقدار مثلا نص ساعه او ساعه، بيبقى حلو قوي قوي. يعني اقل حاجه تبداي بان هو تريحيها نص ساعه. لو زادت عن كده تريح عادي مش مشكله. لكن مثلا مش هعملها بالليل واصبح تاني يوم الصبح، لا مش كده. اللي هو ما بين المصالح، يعني مثلا تعملي حاجه وترجعي لها. زي ما انا مثلا كده عجنتها وحطيت عليها الفوطة عشان ما تشققش. ودخلت بقى كده ايه على الاتجاه التاني، لميت المواعين اللي انا غسلاها. وبدات بقى ان انا افضي الحوض واغسل المواعين والم بقى الكركبه دي. لاني حرفيا كنت حاسه ان انا بنهار. والله يا بنات حياتي فعلا كانت مقلوبه قلبه. لكن لا خلاص، انا الحمد لله الحمد لله اموري استقرت الحمد لله. فهبدا بقى ان انا هعمل بقى معاكم الشقه. هي ممكن تكون ضغطه، بس كل يوم ان شاء الله باذن الله في خلال الاسبوع هننزل بقى فيديوهات حماسيه جدا، وكلها نشاط وكلها ترتيب وفرش رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، ويعود عليكم الايام بخير يا رب، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين. المهم بقى لو انت متاخره زي حالتي كده لاي ظرف ما، ولو معاكي شويه قرود كده زي اللي عندي على ايالي يعني اقصد. ف المهم ان انت ايه قومي كده تنشطي وتشجعي، واوعي دايما تحسي بالاحباط. واوعي دايما انت مهما حصل ومهما تم في قلب البيت من مشاكل من ضربات من حوارات من مواضيع، حاولي ان انت كده تعملي ستوب لحياتك. اللي هو مثلا يوم اتنين تلاتة تيجي كده في يوم ان هو ستوب، مش عايزة مشاكل، لا انا هفوق لنفسي، مش هينفع ان انا اقعد كده. ما تسيبيش نفسك اللي هو اسبوع و10 ايام و20 يوم وشهر، لا يعني ما تسيبيش نفسك للوضع ده. المهم
دخلنا كده ان احنا ايه زي ما قلنا ان احنا ريحنا سيبنا العجينه ترتاح، ودخلت كده قلت ايه اغسل المواعين. بصي يا بنات، انا اليوم ده الروتين ده روتين يوم الجمعه اللي هو امبارح، تمام. انا صاحيه بقى من النوم اهو بسجل لكم، ان شاء الله باذن الله الفيديو هينزل لكم النهارده من غير اي مقاطعه. فامبارح بقى كان يوم كله نشاط، عايزه اقول لكم ان انا عندي طاقه وباور، ورغم كده اقسم بالله يا بنات ما حسيت نفسي ان انا تعبانه، وحسيت نفسي ان انا مرتاحه ومش مجهده. ليه؟ لاني الواحد سبحان الله، يعني احنا بني ادمين لما الفكر كده بيرتاح بتحس ان كل حاجه سهله وكل حاجه مترتبه. وانا من الناس اللي برتب افكاري، يعني انا من الناس اللي انا هصحى الصبح هعمل واحد اتنين تلاته، ممكن 3 ما ينفعش اعمله استبدله ب4، فاهميني؟ لكن بابقى عارفة نفسي انا هامشي ازاي. ممكن مثلا عاملة حسابي ان انا هاعمل 1 2 3 اعمل 4 و5 كمان معاهم، اللي هو ايه ظرف مضطرة مثلا او عندي فراغ او مثلا تاني يوم. آمم يعني بيبقى بصوا على حسب اليوم وكده. لكن المهم ان انا ببقى صاحية تاني يوم انا عارفة نفسي هابتدي ازاي وهاشتغل في ايه وهاعمل ايه. ان انت تكوني مرتبة نفسك دي حاجة حلوة جدًا. المهم انا بعد ما غسلت المواعين كده وخلصتها، غسلت برضو الحوض ونضفته، وبعد كده بدأت بقى ان انا امسح الرخامة كده وانضفها. وكنت مطلعة بقى ايه طبقين، طبق من السمك المكرونة اللي احنا كنا جايبينه في المشتريات، وطبق من البسارية. وقلت بقى ان انا ايه هنضف بقى اللي هي الحاجة على فكرة منضفاها. البسارية كنت منضفاها وعينها جاهزة كده، بس ايه اديتها شطفة، لان انتوا عارفين كل مدى هي بتحس ان هي لما بتفك كده بتعمل مية غامقة، فانا بحب ان انا اشطفها كده واتبلها يعني وايه واركنها. فالمهم ان انا ايه حطيتها كده في الطبق وغسلته، وجيت هنا على السمك المكرونه. سمك المكرونه كنت عيناه زي ما هو، وهو طبعا رفيع كده، هو بلدي مش كبير يعني، وما فيش حاجه في قلبه بصراحه، يعني هو نضيف، يعني حاجه بسيطه جدا وما خدش وقت وما فيهوش قشر كتير. هو بس انا بقص كده زعاني بداير ما يدور. انا عملت معاكم 2 تقريبا او واحده مش فاكره، وبعد كده كملت بقيه الكميه ايه مع نفسي، برضه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. بصوا هو بعتذر بقى يا بنات لو صوت اولادي بقى مضايقكم، بس طبعا هم بقى فرحانين ومبسوطين جدا ان انا بدات ان انا اطلع الزينه. عايزه اقول لكم ان فرحتهم امبارح بجد كانت يعني رهيبه جدا، بالاخص اياد طبعا فاهم شويه. فعن شادي، يعني شادي لسه صغيره بتتكلم وكده، بس مش عقلها مش مستوعب زي اياد اسم الله يعني كبير شويه بالنسبه لها، ففاهم وعارف يعني ايه رمضان وكل سنه وانت طيبه يا ماما، وفرحان قوي وعمال يتنطط ومبسوط. فان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه هيبقى تنظيفات كده وفرش بقى ايه فرش رمضان ان شاء الله باذن الله، وتعليق الزينه. وبجد يعني انا بحب الحاجات دي قوي. انا كنت مفتقداها وكنت فاقده الاحساس بوجود شهر رمضان، يعني كنت متهيئه له جدا فجاه. يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا المهم بصوا بقى انا بقصقص الزعانف بتاعتها وبقشرها كده بالمقص، هي ما فيهاش قشور قوي، وبروح فاتحاها البطن بتاعتها بشيه ما فيهاش اصلا حاجه، هي صغننه قوي فما فيهاش حاجه، فما تعبتنيش بصراحه. فهي بس الحبل اللي هو بتاع الدم دوت بروح رافعاه وشايلاه كده وخلاص. بس يا بنات المهم بقى ايه، انا هكمل بقى بقيه الكميه، وبعد كده بقى ايه غسلت ايدي ونضفتها وركنت الحاجه، وجيت هنا بقى عشان اكمل الفطير. آه فانا سبته بقى اول خطوه دي اللي هي ترتاح فيها قوي يعني. فالمهم ايه، اول حاجه بحط شويه دقيق كتار زي ما انتم شايفين كده عشان افرد العجينه على قد ما اقدر ما تلزقش مني، مش عايزاها ايه تلزق مني. بصوا بقى هبدأ بقى ان انا افردها بالنشابة كده، بس طبعا انا عشان عندي المساحة بتاعت الرخامة صغيرة جدا فهبدأ ان انا اوسع زي ما انتم شايفين وطبعا الرخامة نضيفة على فكرة، مغسولة ونضيفة ومتنشفة. وهتفتكروا ان هي مش نضيفة، ولا مش ما ينفعش نحط حاجة زي كده، احنا هناكل ونشرب منها على مكان مش نضيف، بيبقى مغسول ومنضفينه وكمان مسحينه كده وملمعينه بحيث ان وناشف، يعني بتنشفيه كمان عشان لما احط عليه دي ما يعملش عجينة بقى وكده. المهم بدأت بقى ان انا افرد على قد ما اقدر كده، بس طبعا هي ايه عشان المساحة انا هتنيها نصين دلوقتي، لما تكبر معايا انا هتنيها ايه نصين، هتشوفوا معايا دلوقتي. المهم بتحاولي على قد ما تقدري ان انت تفرديها كده مستطيل كبير، او انا تنيتها اهي عشان قلت ايه اريح نفسي واخليها ايه كده احسن تبقى مربع بالنسبة لي. بتحاولي ان انت تفرديها مستطيل كبير، ماشي. عشان ايه بيبقى السمك بتاعه مثلا قولي 1 سنتي، ما بيبقاش اعلى من كده، هي بتبقى تخينة مش رفيعة. وكنت بلم هنا الدقيق على جنب. بصوا بقى انا عملت هنا زبده اللي هي بلدي على سمنه اللي هي معلبه، عارفين السمنه اللي هي المعلبه يا بنات؟ فانا عملت دي على دي بحيث ان هي فيها طعم البلدي وفيها طعم ايه الزبده يا بنات. بس انا الزبده والحاجات اللي انا بحطها دي هتكون مقدارها كتير، يعني الخطوه اللي انا هعملها دي مش كتيره ولا حاجه، الخطوه دي حلوه قوي وممتازه تمام شغاله، هي الخطوه التانية بس.
فهي كانت بالنسبه لي كانت تقيله ودسمه وكانت غرقانه كده في السمنه وكان طعمها حلو. واللي هو ايه، عارفين بقى لما تشتروا فطيره كده مكلفينها وتقولوا ده معموله بالزبده البلدي، هي دي بالظبط، ريحه وطعم وجمال مش قادره اقول لكم. اللهم بارك. يعني المهم اول خطوه تعمليها ان انت هتبداي ان انت تفردي فيها كده السمنه او الزبده، وابدا بقى ان انا الف رول، واي زوايد من الدقيق زي ما انتم شايفين معايا كده ببدا ان انا انفضها. عفوا يا بنات. ببدا ان انا انفضها زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان هي مبقاش فيها ايه كميه دقيق كتير. المهم ان انا بلفها رول وبسيبها كده، وبعد كده بقسمها نصين. يعني كيلو الدقيق بيعمل معايا فطيرتين. زمان لما كنت لسه مبتدئه في الموضوع الفطير ده، لما جيت قسمتها على 3 نشفت معايا وبقت رقيقه، فاتضح ان الكيلو بيعمل 2. ما تقوليش لا ده تخينه قوي وكلام، لا لا، ولا تبقى تخينه ولا اي حاجه. المهم عشان تبقوا عارفين، بعد ما قسمتها نصين المقطع ده اتقص مني وانا مش واخده بالي. بعد ما قسمتها نصين يا بنات، جبت في كل صينيه حطيت فيها زيت مش سمنه، زيت. وجبت النص بتاع الفطيره كده، وقعدت بقى الفه يمين وشمال كده، بحيث ان هو يكون ايه متغلف كله بالزيت، بحيث ان انا لما اسيبها كده في الهواء ما تعملش طبقه تقشف مني ولا حاجه. لا، انتي لما تحطي يعني شويه زيت في الصينيه، تاخدي نص العجينه تحطيها فيها، تلفيها داير ما يدور كده وتبلبطيها في قلب الزيت، بحيث ان هي تكون متغلفه ومتغطيه من ايه بالزيت يا بنات. تمام. وبعمل النص التاني نفس الحكايه، يعني الصينيتين بحط زيت هنا وزيت هنا، واروح مغلفاهم كده يمين شمال، واسيبهم يجي نص ساعه كمان. بس انا هنا ايه، ما يعني الخطوات دي يعني بحس ان هي ايه مش زي الخطوه الاولانيه ان انتي عجنتي وسبتي، محتاجه ان انا اوريها لكم ورا بعض عشان تبقوا عارفين. ما حبيتش ان انا اقطع عشان ما تلخبطوش مني. المهم جيت هنا اللي هو نص العجينه عادي اللي احنا حطيناه في الزيت هاخده، واللي جواه في قلبه زبده اللي احنا لافينه رول، بس نص العجينه اللي هو نعملها منها ايه فطيره. تمام. اخدته بقى يا بنات، ورحت بقى ايه فردته عشوائي زي ما انتم شايفين، جزء رفيع وجزء تخين ومش مربع ولا مدور، متعرفيش هو تفرديه بس كده فرده. وبروح ايه دهنت بقى في قلبه من جوه زبده. تمام. او الزبده او السمنه اللي انا عاملاها. فطبعا كده هي اخدت الزبده بتاعتها بكفايه، فطلعت مورقه وطلعت زي بتاعت بره بقى بالظبط، ان هي متغلفه من جوه. في ناس بقى تعملها في البيت تقول لي انا حره في البيت ان انا ما اخليهاش دسمه قوي، فممكن تقللي ايه الكميه دي. بصوا اهو الزيت بقى اللي بيبقى في الصينيه انا بدهنه كده، وبطلع بقى النص وببدا ان انا افرده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده اهو. زي ما انتم شايفين اهو ببدا ان انا افرد كده، واحاول بقى ان انا ايه افرده. هنا بقى كان في جزء من الزبده طلع من الجنب كده، فلميته وتنيته كده بحيث ان انا ايه اعرف افرد، لان مش عايزه الزبده والسمنه دي تبقى في قلبها، عشان هي دي اللي هتعمل لي الطبقات، وهي دي اللي هتعمل لي التوريقه يا بنات. يعني هو اللي هيعمل لي توريقه، لان احنا لفينها رول وبنبدا ان احنا نفردها تاني، فعامله زي ايه رول، نرجع ان احنا نطبقها 4 ونرجع ان احنا نعملها دايره، فاللي هي بتعمل طبقات لوحدها منها فيها، والخطوات سهله. غير طبعا اللي تعملي رقات وتحطي ديت في قلب ديت والكلام ده بتبقى صعبه قوي، الخطوه دي سهله جدا. بس بصوا اصلا لما تيجي تشديها وتعملوها كده، بس انا مش هعرف اتحكم فيها لاني انا على الرخامه، غير طبعا لما ابقى طبليه وحره والكلام ده. المهم بدأت بقى ان انا ايه برضو احط لها ايه اوزع فيها كده، احط لها برضو ايه سمنه وزبده على بعض اللي احنا ايه مخلطينها على بعض. عفوا. بس بعد ما بفرد كده بتني كده نص اهو، واتني النص التاني عليها، وارجع تاني ايه اطبق برضو الربع ده والربع ده، وبعد كده احاول بقى ان انا المها كده زي ما انتم شايفين، واعملها ايه زي دايره، واروح قلبها وحطها ايه في الصينيه اهو. بصوا مفيش حلاوه ولا جمال اكتر من كده. بسيبها بقى يا بنات، بسيبها ترتاح برضو نص ساعه، وبشغل الفرن. يعني انا مثلا سبتهم وغسلت هنا، نضفت هنا مكان الصينيه طبعا مكان السمنه والكلام ده، غسلته ونضفته ومسحته. بس طبعا ما شاركتش معاكم ان الفيديو طويل جدا، فمش قادره بصراحه ان انا ازود مقاطع اكتر من كده. عفوا يا بنات على صوتي. المهم فانا مسحت الرخامه ونضفتها وسبتها زي ما انا كنت عاملاها. تمام. وفضيت الفرن بتاعتي وولعتها وعليتها على الاخر خالص. انا الفرن بتاعتي غاز، اعلى درجه حراره عندي 260. فانت شوفي اعلى درجه حراره عندك وولعي عليها، وما تخافيش ولا هيتحرق ولا يجرى له حاجه، ما ينفعش تدخليه على درجه حراره منخفضه. المهم يا بنات، وبعد ما ولعت بقى ومسحت ونضفت والكلام ده، مسكت اول فطيره انا عملتها كانت ارتاحت شويه اهي، وضغطت عليها كده فاتفردت معايا وبقت ايه مدوره. تمام.
وبعد كده عملت التانية نفس الحكاية، ورجعت بقى عدت عليهم هما الاتنين. وكالعادة وانا شغالة جوزي طلب مني كوباية قهوة، هو كان اجازة امبارح، فطلب مني كوباية قهوة فعملتها كده في سكتي. حبيت بس ان انا اشاركها معاكم، لاني حرفيا كانت الكاميرا شغالة طول اليوم امبارح. انا كنت في المطبخ يعني رايحة يعني اعمل حاجة، ورايحة جاية على الاولاد ويلعبوا، نتكلم شوية، هو يجي معايا في المطبخ، بس الاغلبية كان وقتي في المطبخ. رايحة جاية كده وانا شغالة يقول لي ايه، اعملي لي كوباية شاي، اعملي لي كوباية قهوة كده يعني. المهم يا بنات، فاكرين لما خلصت برضو معاكم الطماطم، جيت انا كنت عاينه اكياس فيها طماطم تمام سليمه من غير اي حاجه. قلت لكم وقتها لو احنا خلصنا مثلا القوطه في اللي عندنا في التلاجة، هنطلع كيس ونحطها في الحله وهنسبكها وخلاص كده. وهو ده اللي حصل. انا جيت بقى ايه، كان على الطماطم اللي انا كنت عيناها في التلاجة عندي قلت. فقلت مش هسحب في الازايز خليها جاهزه، انا هسحب في اللي هو محتاج ان هو يصلص كده كده، ولا صايمه ولا اي حاجه. واعملها ايه في سكتي وانا شغاله النهارده ايه اليوم كله على البوتاجاز. بالفعل حطيت طماطم على النار وسبتها لحد ما اتسبكت خالص والميه بتاعتها اتبخرت زي ما انتم شايفين كده، وضربتها بالهاند بلندر. بصوا هي بقت تقيله ازاي، هي عامله زي الصلصه يعني، تاخدي منها معلقتين تطبخي بيها. تقيله يعني مركزه يا بنات، مش اللي هي فيها ميه، وانا محبتش ان انا اضيف لها ميه. المهم جبت كده شفشه او برطمان او ازاز او اي حاجه انت تعمليها. فانا بحب بصراحه ان الشفشه ده ما بحطش فيه عصاير الاغلبيه، لان اليد بتاعته مع الغطا فبخاف، فانا بحط فيه الاغلبيه طماطم او صلصه. فبحطها فيه كده وبسيبها بقى يعني ايه، بسحب منها بحطها في التلاجة من تحت، واسحب منها ايه طول ما انا رايحه جايه كده عليها. عايزه اعمل كشري، عايزه اعمل معرفش ايه، فاهميني، باخد منها. بس يا بنات المهم بقى قفلت بقى البرطمان كده ايه وعينته. جيت هنا بقى ايه، حطيت برضو عسل. كنت بقولكم ان جوزي جايب عسل اللي هو امتنان بزهور الربيع، بجد طعمه حلو جدا جدا. بصوا بقى شايفين الفطير طالع محمر وجميل ازاي وسخن، بجد تحفه. المهم حطيت حته جبنه قريش، وكمان حطيت العسل. واول ما طلعته على طول غطيته، وهو يفضل لو انت عندك ستريتش او اكياس نايلون بصراحه يعني تحطيها فيه وهو سخن كده، هيبقى طري وجميل. المهم احنا كان معانا مكالمه يا بنات، فملحقتش ان انا اصور لكم الفطير، بس بألف هنا وشفا. كان في مكالمه على الموبايل بتاعي هنا كنت بصور، وعايزه اوريكم الطبقات، مش عارفه بس جوزي ايه هيوريها لكم دلوقتي. بصوا اللهم بارك، بجد مره زي الفطير بتاع بره. بس يا بنات فضل ونعم عند ربنا، وجبنا قديمه وعسل وفطرنا. وجينا بقى ايه على بالليل بقى، يعني احنا يوم الجمعه ده بنفطر متاخر وبنتغدى بالليل، فبيبقى الوجبه وجبتين يعني، مبقاش 3 وجبات، بيبقى وجبتين بس على مدار اليوم. طبعا بغض النظر عن الاولاد بيبقوا رايحين جايين على الاكل وبعمل لهم سندوتشات والكلام ده، او لو عايزين ياخدوا حته فطيره كلوها. لكن احنا يعني كان بالنسبه لنا كبار هما ايه وجبتين بس، فحبيت بقى ان انا اعمل بقى الفطار الدسم ده. المهم يا بنات هنا كنت بقى قشرت توم ودقيته في الهون كده عشان اتبل السمك. حطيت ملح كزبره كمون تمام، واحط نص عصرة ليمونه كبيره من الليمون اللي هو الكبير ده، مش الليمون اللي هو البلد الصغير ماشي، وهعصرها كلها تمام. واحط برضو نص معلقه من هريسه الشطه، بستخدمها في الخلطات اللي زي دي بصراحه بتبقى جميله وبيبقى طعمها حلو، بتبقى مطعمه الاكل. عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله برطمانين وعلبه تلاجة، علبه التلاجة خلصت، وده البرطمان اهو قرب يعني طبعا وصلنا لنصه، وقاعد ايه معايا برطمان كامل لسه. بصوا من كيلو فلفل بس، فاكرين لما جبناه وفرزناه وعملناه. المهم جبت البسارية حطيت عليها معلقه من التوم بقى اللي احنا عملنا الخلطه بتاعته دوت وتبلناه. وجبت بقى سمك المكرونه بقى على المكان مغسول ونضيف ومصفي، ومفيهوش اي نسبه ميه خالص. الاسماك يا بنات ما تنقعهاش في ميه، ما بتستحملش، بالاخص الاسماك اللي هي بتبقى الناعمه زي دي. عايزه اقول لكم ان انا بقالي كتير قوي ما اكلت السمك مكرونه، وبجد كان طعمه حلو جدا، وكان هو صغير كده ومفيهوش شوك وكله لحم، بتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه ناعمه كده شبيهه للجمبري. بجد الحاجات دي حلوه جدا، والاسعار برضو مش غاليه قوي زي ما برضو كنت بشاركها معاكم. المهم بقى انا هتوم اللهم صل على النبي السمك كله تمام. هم دول بس والله يا بنات. عايزه اقول لكم ان احنا اكلنا وشبعنا الحمد لله، فضل ونعم من عند ربنا. وبقى منهم انا ما عملت نص كيلو كله، انا كنت وقتها جايبه نص كيلو سمك مكرونه تمام، فعملته كله. وقلت بقى ايه اللي هيبقى برضو العيال ايه بتاكل، العيال ملهاش طاقه يا بنات، وبيبقى اللي هو العيل ايه ياكل بالهنا والشفا ويقوم بقى يتنطط ويلعب ويجري، بس هو جاع. العيال بتحرق غيرنا احنا حتى لو قمنا غسلنا المواعين وهدينا الشقة، احنا مجهودنا غير مجهود الاولاد. الاولاد دي بيبذلوا طاقة جبارة.
المهم بقى انا هتوم زي ما قلت لكم السمك كله هعمله كله، وحطيت معلقه هناك على البسارية برضو، بحيث ان هي تبقى برضو ايه مقلبها فيها كده وتبقى متشربه كده ومتومه ويبقى طعمها حلو. ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. كنت عايزه اقول لكم ايه؟ بس يا بنات، فكل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا حاولوا تساعدوا بقى عيلتكم بابسط الامكانيات وابسط الامور. بقالي كتير ما شاركتش معاكم حاجه زي كده، بس دي شاركتها معاكم والحمد لله. ربنا يدوم علينا نعمه الصحه وراحه البال يا رب، راحه البال ونعمه الصحه ديت، وان انت تعيشي في سلام. بجد دي كنز من كنوز الدنيا. سيبكم بقى من الفلوس والاكل والشرب والحاجات دي، كل الحاجات دي فانيه والله. المهم يا بنات، انا تبلت سمك وركنته على جنب بقى، قلت هعمل الرز الاول وبعد ما اعمل الرز ابقى ايه اروح اقليه، لان القلي مش هياخد ايه وقت. عفوا. المهم، بصوا بقى هنا انا كان عندي اقلب بصلايه في زيت ماشي لحد ما خدت اللون دوت. والله اخر بصلتين عندي، لما عنديش بصل خالص، هم دول اللي عندي اللي انا كنت مقليه في الفريزر. لو هعمل طبيخ ولا حاجه على مدار الاسبوع هبقى اعمله لحد ما ايه ما اروح السوق. المهم بقى انا ايه عملته كده، وبدأت بقى ان انا ايه انزل عليه بصويا صوص، وكمان حطيت عليه بقى مية، واحط عليه فلفل اسود وملح وبابريكا وكمون وكزبرة. دي التوابل اللي انا ايه حطيتها، ما حطيتش اي اضافات تاني. بس يا بنات حطيت كمان زي ما شايفين معلقه من هريسه الشطه، قلت بقى ايه تدي سبايسي من بعيد كده يبقى طعمه حلو. جينا هنا بقى الزيت ده خلاص مش هينفع ان انا استخدمه للبطاطس ولا اي حاجه تاني، فقلت خلاص بقى كده اخصصه للسمك، هقلي فيه سمك وخلاص شكرا على كده. فالمهم ان انا ايه عفرت، انا ما بحطش اي حاجه على فكره في الدقيق، لان السمك المكرونه اصلا هو رفيع وانا محطله متوماه، فمش هيبقى محتاج ان انا اتبل الدقيق من بره، لان هي تبقى طبقه خارجيه خفيفه جدا جدا غير السمك البلطي. فانا ما حطلوش اي حاجه بصراحه ولا اي اضافات. كل بس اللي انا عملته ان انا بقيت اعفره في الدقيق واحط كده ايه واقلي، بس ما عملتش فيه اي حاجه تاني. واصلا كان الموضوع بالنسبه لنا سهل، يعني انا ما عملتش افوره جامده في الاكل. هو قليت السمك المكرونه وقليت البسارية وعملت الرز زي ما انتم شايفين، وكمان اللهم صل على النبي، وجوزي كان جاب لنا طحينه، عملت طحينه يا بنات وحطينا واكلنا الحمد لله، فضل ونعم من عند ربنا. بس هو طبعا مش بيستحمل. هبدا بقى ان انا دلوقتي اجيب الماسك واقلب بقى ايه الناحيه التانية كده، بحيث ان هو ايه ياخد اللون على طول، ما ياخدش لون من جنب واحد ويتقرمش ويتحمر والناحيه التانية لا. بس هنا بقى كانت الميه غليت معايا، هبدا بقى ان انا انزل عليها بالرز وهظبط الملح بتاعها، واروح بقى ايه مغطياها وسايباها بس خلاص كده، واسيبه بقى يستوي على نار هاديه. من ما اقلي انا واخلص، عقبال ما اخلص اقلي السمك هيكون هو استوى بقى زي الفل. بس يا بنات، عفوا معلش قلتلكوا عفوا كتير وعماله بتنحنح وبكحي كتير، بس والله زوري طبعا عشان انتوا عارفين انا بالنسبه لي الموضوع صعب من ناحيه البرد وكده. هنا بقى انا كنت بحط بقى بصوا بالراحه كده، واللي هو ايه بشوف الرز محتاج يعني تاني ولا على حسب طبعا الميه، عشان هو ازود كميه الرز وازود كميه الميه. بصوا هنا بقى البسارية والرز، وكمان بصوا سمك المكرونه تحفه بجد، تحفه والله يا بنات، مقرمش وجميل. بصوا هو بيتاكل كده، هو مش محتاج فصيص ولا اي حاجه، عامل زي الجمبري، حاجه ولا في الخيال. بصوا بقى البسارية مقرمشة ازاي، بجد جميلة. بألف هنا وشيفا على اللي أكل، فضل ونعم من عند ربنا، يا رب يدوم علينا نعم وحفظها من الزوال، ويا رب يطعم كل جائع يا رب على وجه الأرض. المهم يا بنات، بعد طبعا أكلة السمك دي كنا محتاجين ان احنا نعمل عصير ليمون. يعني كان عندي عودين نعناع فريش يعني، كنت طبعا مفرزه معاكم برضو من ضمن التفريزات ان انا قبل ما الليمون ما يغلى يا بنات كنت عملت كذا طريقه معاكم ان احنا نحط في مكعبات التلج ليمون. هتبقى جميله مثلا زي كده، بدل ما تقشري وتضربي وتصفي والكلام ده لا. كل اللي عملته ان انا طلعته كده من الجنب كده اللهم صل على بالسكينه، بحرف السكينه كده، ورحت بقى ايه حطيته في الشفشق. هو ليمون بقى جاهز ومعصور ومفيش اي حاجه، ليمون فريش. وكمان شاركت معاكم برضو طريقة ان انت ازاي برضو تفرزيه زي ما هو سليم كده، بتحطيه بتطلعي مثلا تحطيه في خلطة، تعملي بيه حاجة منظفات تنضفي بيه، فاهميني، تنقع حاجة مثلا وعايزة تعصري عليها ليمونة، بيبقى نافع في الحاجة دي، لان الليمون الموسم بتاعه دوت بيجي عليه وقت كده وبيبقى غالي جدا. المهم انا حطيت ميه وحطيت سكر وحطيت بقى النعناع زي ما انتم شايفين كده، ونزلت بقى الخلاط وبدأت بقى ان انا اضرب ايه الليمون بقى في الخلاط، ليمون ونعناع. بس يا بنات،
قلت بقى بعد الدنيا دي كلها الواحد بقى ايه يشرب ايه كوبايه ليمون كده يروق ايه دمه. بس طبعا كالعاده جوزي كان لازم عايز شاي، فانا كنت حاطه الشاي على على الميه بتغلي على البوتاجاز يعني، وانا بقى ايه حطيت لقمت له الكوبايه وبدات بقى ان انا ايه احط اصب له الميه بحيث ان انا ايه اصب له الميه يعني بحيث ان انا ايه اديله الكوبايه واكمل انا بقى ايه اعمل عصير وكده، لاني كنت لسه في البدايه كنت لسه بعمله. وهو بيحب يعني ايه قولوا معايا بيحب يعني يشرب شاي بعد السمك على طول. وقال لي عقبال ما تخلصي بقى وتعملي ابقى اشرب ايه معاك. قلت له خلاص ماشي. المهم بقى ايه لقيت هنا ان هو ايه محتاج سكر تاني، فبدات بقى ان انا اضربه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى سبحان الله كام عود النعناع او كام ورقه اللي انت بتحطيهم بيخلق اللون الاخضر الحلو ده. وعلى فكره انا مش من الناس المحبين النعناع ابدا، انا ما بحبش النعناع على فكره، بس عايزه اقول لكم ان انا شربت ليمون بالنعناع. ليمون بالنعناع اللي انا بعمله في البيت، مش بره، مش بشربش بره لان بيبقى حاطين نكهه النعناع فيها قويه جدا. ديت تحسوا ان هي فريش كده واديتك انتعاش، وفي نفس الوقت مش قويه قوي ان انا عشان انا مش بحبها يعني. بجد كانت جميله جدا عجبتني. ظبطت السكر بتاعه وبدات بقى ان انا اجهز الكوبايات بقى اللي احنا هنشرب بيها. حاولت ان انا احطهم زي بعض. طبعا عايزه اقول لكم ان انا كوبايه اللي عليها ورده الزرقاء ديت انا من ساعه ما اتجوزت وانا حاطاها في المطبخ وبستخدم منها على طول. وبغسلها على طول. يعني انا مثلا بعمل عصير، انا مش من الناس اللي هي لما تيجي مثلا تغسل الكوبايه تشطفها وخلاص، لازم تصبنها وتغسلها كده بالبريل. لو فيها شاي لو فيها قهوه لو فيها عصير لازم اعمل كده. عفوا. بس يا بنات فالمهم ان انا ايه بغسل على طول يعني وبنضف على طول والكلام ده. المهم ان انا ايه ده جوزي بقى هنا كان جاي لقيته بقى ايه هو ايه بيشيل اصلا البتاع خالص. المهم يا بنات انا صبيت بقى وصفيته برضه عشان اي شوائب من النعناع، وزي ما انتم شايفين لونه جميل وشكله تحفه. بس وده كان يوم النهارده وده كان روتيني. يا رب ينال اعجابكم، ومتنسوش بقى في اللايك والشير مع اصحابكم وحبايبكم. واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، واتمنى لكم كل راحه بال يا رب. واتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك يا بنات، وبشوفكم على خير فيديو جديد.